بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غالياتي، وش راكم بخير؟ نتمنى كي يدخلكم هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله، ورحب بكل المشتركات الجدد اللي انضموا لينا، قولهم مرحبا بكم الدار داركم والعتبة لينا. وكما راكم تشوفوا اليوم أنا جيتكم زوج وصفات، وصفة حلوة وصفة مالحة. الوصفة نبداو بالوصفة المالحة، واللي هي لا بيوري بسكالوب غاليتي. لهنايا بعد ما غسلت البطاطا ونقيتها وقطعتها الى ما هكايتك صغيرة، درت لها الملح وخليتها تغلي. وبعد ما طابت لي هاني جبت الباتوغ. لهنايا انا ما نحبش نطحنها بالبغاميكسور، يبان نحب الباتوغ هكاياتك. هاني درت لها الفرماج وطحنتها، وبعدها اني زدت لها الحليب، لقيتها شويه ثقيله، اني زدت خففتها بالحليب كما راكم تشوفوا. هاي لكم لهنا، وهنا هاي واجده لهنايا غالياتي، واني غطيت عليها وخليتها. ومن جهه واحده اخرى هاني جبت لو بولي، قطعته كما راكم تشوفوا الى شرائح حكاياتك، وهاني درت له الملح والفلفل الكحل. اليوم هاني درت لهم ريجيم غالياتي. هاليكم لهنايا، وشوفوا كي نولوا نملحوا فيهم ما نبقاوش كل جهه نديروا فيها ملح وفلفل الكحل، نديروا على مره واحده، ومن بعد نديروا الشريحه على خدها باش ما يكونش فيها فلفل الكحل بزاف. كما نعرفوا فلفل الكحل ماشي مليح ليستوما، وماذا بينا ما نكثروش بزاف كما كتشوفوا. ومن جهة واحدة أخرى أنا جبت مقلة. وشي اللي كان عندك أشوي فيه غالياتي. أنا كان عندي هذه المقلة اللي فيها لتخي، ولا عندك طاجين ولا شي اللي بغيتيه ديري فيه غالياتي. ولا هنايا يعني ما درت لا زيت لا زبدة لا حتى حاجة، يعني قلت لكم اليوم أني درت لهم الريجيم. هاي ليكم لهنايا، وشوفوا لصقت لي شويه الجهه اللي كنت مرقتها، لصقوا لي شويه. ولهنا شوفوا اللي كانت مليحه، شوفوا كيفاش هي طابت لي. هاني كاني وجدتهم لهنايا، وهاني قدمتهم في صحن التقديم. شوفوا كيفاه جاوني، والله ادمها، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، وان شاء الله اللي نكون شهيتها نشهيها في الجنه يا ربي. ونتمنى تكون عجبتكم الوصفة اللي يعني جبت قدمتها لكم، وصفة خفيفة. ومن جهة واحدة أخرى أنا جيتكم بحاجة حلوة، الله يحلي يماتي ويماتكم، واللي هي صبر رشراش تاع السنيوة. ودرتها لكم اليوم بطريقة مختلفة. أنا رجعتكم لزمان، أنا دايما نرجعكم لزمان، نقول لكم الجيل الذهبي بيلي روحك. هاي ليك شوفوا لهنايا واش راني درت فيها. راني وزنت 250 غرام تاع لا مارغارين، درت فيها 3 حبات بيض غالياتي. لهنا راني رايحه نعطيكم مقادير مضبوطه. درت 3 حبات بيض، حبه كامله واثنين غير الصفار برك. هاي لكم لهنايا، درت 2 صفار تاع البيض، شوفوا كيفاه. هاي لكم لهنايا 2 صفار. هاني لهنا نخدم ونخمل وندير كلش على مرة، ما نخلطش كل حاجة وحدها. وبعد هاني زدت عليها نص كاس تاع سكر غلاس، لازم نغربلو سكر غلاس باه ما يجيوناش هذوك الحبيبات تاع السكر. وبعد هاني ضفت عليها نص كاس تاع زيت، واني ضفت عليها مغيرفة تاع لافاني كما راكو تشوفوا. ولا هنايا هاي الفرينة ولا ليفيغ ونص كاس تاع مايزينا. نفوت نخلط هما الوالا. ولا هناني نخدم غير بيدي غالياتي، واللي عندها باتوغ تخلط بالباتوغ، واللي ما عندهاش دير بيدها كما انا هنايا. يعني سهلت عليكم غالياتي باسكو ماشي كامل عندهم، وان شاء الله نتمنى اللي ما عندهاش تكون عندها ان شاء الله يا ربي. ولا هناني ضفت عليها نص كاس تاع مايزينا. هاي لكم لهنايا. وبعدها نضيف الفارينة هنايا ما نقدرش نقول لكم الكمية تاع الفارينة شحال نديرو، وعينا هي ميزاننا. هاي ليك ندير الباكي تاع لا ليفور كما راكم تشوفوا، ونغربلو كلش على جيه. هاي ليك ونخلطوها.
نخلطوها مليح مليح كيما راكم تشوفوا حتى تولينا كومين بات الصابلي. هاي اللي تشوفوا لهنايا نديروا الفارينه غير بشويه باش ما تفوتكمش. هاني زدت الفارينه هاي ليكم لهنايا، شوفوا كيفاه. ودوك تشوفوا قوامها غالياتي، شوفوا قوامها كيفاه جات كيما لا بات صابلي. وشنو ما نشفوهاش باه تجينا خفيفه وتجينا طريه. هاي ليكم لهنايا. وبعدها مباشره نجيب سنيوه. شوفوا السنيوه هذه غالياتي ما درتش فيها لا فارينه لا مايزينا لا زبده لا زيت لا حتى حاجه. واللي تعرف السنيوه نتاعها تلصق دير فيها شويه تاع الزيت وتسوبودري عليها الفارينه. كيما انا لهنا ما درت عليها والو، انا السنيوه تاعي ما تلصقش. وشوفوا لهنايا نخلو غير شويه من العجينه ونديروا هذيك العجينه في السنيوه كامل كيما راكم تشوفوا فيها. نقرصها هكذايتك وشنو ما نديروهاش خشينه. ولا هنا هاني درتها لكم، اني غيرت لكم اليوم على قلت لكم طريقه مختلفه. اليوم اني درتها بلا كونفيتور تاع لا فخاز اللي كان سبق لي وشاركته معاكم. هاي لي كل هنايا شوفوا اني درت الكونفيتور. وماذا بينا نكثروا شويه كونفيتور باه العجينه هذيك تتشرب لا كونفيتور. شوفوا انا يدات لي يقولوا هذه العلبه كامل هكذا ياتيك. هاي ليك شوفوا كيفاه نمسحوا كامل عليها هذاك الكونفيتور. شوفوا هاني وين نلقى مخصوص راني نزيد. وبعدها نجيبوا المولينات ونديروا في هذيك شويه تاع العجينه. ميم هذيك العجينه غاليتي من نديروها لا في الكونجيلاتور لا مباشره نديرها في المولينات. كما كنتوا تشوفوا هاني نرحي في هذيك العجينه لهنايا فوقها. واللي ما عندهاش مولينات دير العجينه نتاعها في الكونجيلاتور وديرها في السكرفاج. هاي اللي كاني دايما نسهل لكم ونعطيكم الحلول ونبسط لكم. هاي اللي ماشي كامل عندهم المولينات على بالي. شوفوا كيفاه. هاي ليك شوفوا كيفاه جاتني. ولا هنا نديرها على الفرن بيان سور الفرن نكونوا شعلناه مقبل على 160 درجه. هاي ليك شوفوا اني درتها في الفرن. ولا هنايا من بعد ما طابت لي اني خرجتها من الفرن. وشوفوا كيفاه هاي جات لي. وهاني طيبتها. شوفوا نقدم لكم الكاميرا خذوا كيفاش طيبتها. والله صدقوني غير جات خفيفه ومعسله. شوفوا كيفاه. ولا هنا راني قسمتها واني قدمتها في صحن التقديم. هنا راني درتها في لي كيسات. وشوفوا كيفاه جات هذاك لا كونفيتور. هنا غيرت لكم شويه على تاع المشماش. احنا نعرفوها دائما كنا زمان نديروها بتاع المشماش. واليوم انني غيرت لكم درت لكم تاع لا فخاز وكما يقولوا صنع منزلي اللي كان سبق لي وشاركته معاكم. هاي لكم لهنا شوفوا كيفاه جات. ودوك نقسمها معاكم وتشوفوا الخفه تاعها والطراوه. صدقوني غير تنتكل بالشوارب غير جات خفيفه. واش نقول لكم شوفوا لهنايا هاني نقسمها معاكم. وشوفوا كيفاه جات. وهذاك المعجون تشرب فيها. وشوفوا كيف طابت لي من التحت. هاني وريتكم كيف طابت من الفوق ومن التحت. وشوفوا كي نقسمها. شوفوا غير درت الموس شوفوا وحبط يعني غير حبيت نقسمها بالموس. هاي لكم نزيد نقسمها لكم بيدي. شوفوا كيفاه جات. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. وإلا عجبتكم جربوها وشاركوني في التعليقات غالياتي. ومن جهة واحدة أخرى هاني رحت خرجت حوست ديتكم معايا. يعني قلت وعلاش لا ما نديكمش معايا. تعرفوني غالياتي ما نحبش نخليكم ورايا دايما نديكم معايا. لهنا رحت عند ايا لايف ستايل. وكل ما نروح يعجبوني الجبال نحب نصورهم معاكم. هنا في لوطوغوت انا رايحين. واليوم هنايا اني بدلت الميسيو ما رحتش مع الميسيو اليوم راه وداني نسيبي هنايا. راني رحت مع نسيبي. هاي لي كنقولوا نسيم يعطيك الصحه وربي يطول في عمرك ان شاء الله. هاي لكم لهنا. وهنا لحقنا لعندها. شوفوا لقيناها وجده لاتاي كما تعرفنا حنايا نشربوا لاتاي. هاي وجدت لهنا. وهاي لك الحلوه اللي كان شاركتها معكم اديتها معايا في يدي. وهاي لهنايا درت بنيوان درت الحلوه تاع المهراز درت هذو سليله تاع نسلي كراميل. شوفوا هذه الحلوه جافه. شوفوا لقيتها دارتها بنينه بنينه بزاف. واللي حبت الوصفه كامله تدخل في قناه ايا لايف ستايل
وتشوف الوصفة كاملة. بصح صدقوني قد ما نقول لكم على البنة نتاعها والخفة نتاعها، والله ما نقدرش نعطيها حقها ونعبر قد ما نعبر ونقول قليل. والله صدقوني غير دخلوا في قناتها وشوفوها وجربوا الوصفة وتفهموا واش راني نقول غالياتي. ولهنا حطيت البقلاوه، وشوفوا لهنايا هاي طاوله اللي لقيناها مجدده. شوفوا بنتي ريتاج كيفاش راهي تدور، ولهنا راهي فرغت لنا لاتاي. وهاوليك الكاطو اللي لقيتها ام جداتو، هاوليكم شوفوا لهنايا. وهاي تفرغ بنتي ايه. هاوليكم لهنايا شوفوا الاي تاع وليدها. قالك قال لي ماما صوريها صوريها، قلت له يضحكوا علي، قالك معلي صوريها لي. اني صورت له الاي تاعو. شوفوا غالياتي. ولا هنايا نقولها بنتي يا ربي يطول في عمرك ان شاء الله ويعطيك صحتك ان شاء الله يا ربي. ولا هنايا رانا في الغوتوغ كي كنا مولين. شوفوا عجبني الحال عندها ثاني في الجبال وكامل. حنا هنا ماناش في لوطوغوت، انا في لي فيغاج. وشوفوا لهنايا، ونتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الرحله تاعي وعجبتكم الوصفات اللي قدمتهم لكم. واللي تعجبها كاش وصفه تجربها وتشاركني في التعليقات. ولهنا ما بقى لي غير نقول لكم لحقنا لافين تاع الفيديو. نقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله، وفي امان الله الى الملتقى.